بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الجزء الثالث من الدرس الاول من دورة الفوتوشوب CS5. ان شاء الله ده الدرس ده الجزء الثالث في الدرس الاول، كده نكون انتهينا ان شاء الله. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في انتظام في الدروس بتاعتنا باذن الله. هتبقى يوم حد واربع ان شاء الله باذنك انت يا رب. شرحنا في الجزء الاول والتاني او 10 ادوات من الفوتوشوب. النهارده معانا الاداة رقم 11 وهي الدادج تول، اللي هي أداة الحرق والتفتيح، يعني زي ما بتتقال بالعربي. يعني في ليها 3 أشكال زي ما احنا شايفينهم كده. الشكل الأول ده بيستخدم في تفتيح جزء معين من الصورة. طيب تعالوا نشوف كده الشكل ده بيستخدم ازاي، بيفتح زي ما احنا شايفين كده الوجه والشعر. ونروح مثلا على الهدوم لأنها غامقة عشان يبان معانا التأثير زي ما احنا شايفين كده. ده التأثير بتاع الأداة الأولى، وادي بره هنا كمان عشان يبان أكتر معانا. بالنسبة للأداة التانية اللي هي البيرن تول، دي عكس الأداة الأولانية، بتستخدم في تغميق جزء احنا عايزينه من الصورة زي ما احنا شايفين كده على اللي احنا فتحناه. ونبدأ نشتغل عليه هيبان معانا انه بيغمق زي ما احنا شايفين. طيب الشكل رقم 3 سبونج تول، ده بتستخدم في إضافة التأثير الأبيض والأسود على الجزء اللي احنا عايزينه. مثلا نجرب هنا كده وليكن هنا زي ما احنا شايفين كده، ده التأثير اللي هي بتعمله زي ما احنا شايفين. دي كانت الأداة زي ما احنا شفنا كده التأثير بتاعها. دي كانت الأداة رقم 11 معانا. الأداة رقم 12 وهي البن تول. الأداة دي هي أداة القلم، تستخدم في رسم المنحنيات وتلوينها وكده. تعالوا نشوف أول أداة معانا بتعمل ايه. هنضغط هنا كده ونضغط كده هنا، وممكن نرسم أي شكل احنا عايزينه مثلا وليكن كده. تعالوا نختار دي مثلا ونختار اللون أحمر مثلا. وبعدين نروح على ايه، على باث يعني هنا، ونضغط على الأداة دي اللي هي تاني أداة من تحت هنا زي ما احنا شايفين كده، اللي هو ستروك باث. ممكن نعمل الت وكنترول وزد ونرجع. بدل ما نختار الأداة اللي انا مشرحناهاش، هنختار مثلا الفرشة ونختار اول فرشة دي كده ونخليها 15 بكسل زي ما هي زي ما احنا واقفين. وطبعا اللون اللي احنا عايزينه مثلا نخليه ابيض، ونعمل ستروك من هنا نشوف برضو الشكل بعمل ازاي. طيب احنا عايزين نشيل الخطوط دي، بس احنا عايزين اللون او اللون الابيض اللي موجود، الرسمة اللي احنا عايزينها دي ايا كانت الحرف اس ان محدش يعني معرفش نرسم. ممكن نعمل ديليت ويس، بيتمسح معانا ما يفضلش غير الشكل اللي احنا رسمناه بس. ده كان بالنسبة للأداة الأولى وهي البن تول. زي ما قلنا عشان نرجع خطوة لخلف الت وكنترول وزد ونشوف مثلا الأداة دي. عامة كل الأدوات دي بتستخدم في رسم منحنيات، بس مثلا الأداة اللي احنا استخدمناها في الأول اللي هي البين تول دي
لها شكل معين في الرسم. ودي مثلا بتدينا حرية مثلا، يعني دي برضو نفس النظام بتاع الأداة اللي فاتت بس بشكل مختلف شوية. دي بتدينا مثلا شوية حرية، يعني ان احنا بنحط نقطة بنبدأ نتحكم شوية في الشكل بتاعنا. تعالوا نشوف دي كده مثلا، ونختار مثلا نعمل اي رسمة، مش هتفرق، احنا بس بنجرب يعني. ولتكن كده زي ما قلنا نختار الفرشة عشان لو عايزين نلون الشكل ده مثلا بأي لون. نحدد الفرشة بتاعتنا نكبرها شوية المرة دي كده، كويس كده مثلا. بنروح على باث زي ما قلنا وبنختار الشكل ده كده. مثلا ممكن نغير اللون، وليكن مثلا احنا جربنا احمر وازرق، احمر وابيض، اهلي وزمالك، دخلنا في الازرق الترسانة ونروح جايين عاملين هنا كده. ممكن ناخد لون مثلا قريب من الخلفية بس نغمقه شوية عشان يبان، ونعمل مثلا كده. وزي ما قلنا ديليت يس، بيظهر عندنا الشكل اللي احنا عملنا. زي ما قلنا الت وكنترول وزد بترجعنا زي ما كنا. مثلا ممكن نشوف الشكل ده مثلا، ده بيخليني ارسم مثلا بشكل حر زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا قلنا يعني مثلا ده نرسم بيه نقول اي حاجة مثلا، ولتكن اي شيء اي كلام جي اي مثلا جرافيك اكاديمي مثلا. وزي ما قلنا بنختار الفرشة، نختار مثلا ده عشان احنا عايزينها خفيفة، ده تقيلة شوية كده يعني. نختار دي برضو، نروح على باث وبنعمل كده بيدينا نفس الشكل بس نغير اللون اللي احمر. نحن نعمل ديليت يس، ويدينا الشكل اللي احنا عملناه. دي كانت الأداة رقم 12 معانا. الأداة رقم 13 وهي التايب تول أو الكتابة. يعني الكتابة طبعا كلنا عارفين أول شكل ده اللي هو الكتابة العادية الأفقية، ده اللي هو الكتابة الرأسية. مثلا وليكن هنكتب أكاديمية الجرافيك. طبعا اللون احنا مختارينه أحمر، عايزين نغيره. والخط من هنا بيبان، نكبر أو نصغر تكون كده مثلا. ومن هنا طبعا بنختار الأشكال بتاعة الخطوط. أنا طبعا مش منزل خطوط خالص لأن أنا بادئ معاكم من البداية وهمشي معاكم من البداية. وليكن مثلا الخط ده هنا في أشكال معانا، يعني لما بنضغط هنا في أشكال معانا. ممكن نختار الشكل ده ونشوف تأثيره زي ما احنا شايفين كده، ونشوف كل خط كل شكل من دول تأثيره ايه. وادي الارس ابر زي ما احنا شايفين. دي الاشكال كلها. مثلا لو اخترنا اي شكل مثلا، وليكن مثلا الشكل الاولاني، وده الخيارات ممكن نقلبه يظهر لتحت، وممكن نكبر من حتة ونصغر من حتة تانية زي ما احنا شايفين كده. كل ده حاجات ممكن نعملها احنا طبعا الفيرتيكال هنا عشان نشوفه بيعمل ايه الشكل والهوريزونتال.
زي ما احنا شايفين كده. هنكنسل طبعا لان احنا بنستخدم حاجة يعني. وبعد ما نخلص شغلنا خالص من هنا ممكن نختار يعني مثلا ما يكونش مثلا قوي او ما يكونش حاجة، يكون عادي زي ما اخترنا كده اللي هو النون. ممكن نختار شارب حاد شوية، ممكن نختار سترونج قوي، ممكن نختار سموث ناعم، فحسب اختيارنا يعني. احنا مثلا نختار كده وخلصنا كل حاجتنا في الكتابة والخط هنا شكل الخط، وهنا حجم الخط، وهنا ازاي يظهر قوي ولا ازاي، وهنا طبعا عشان التوسيط وغيره، وهنا عشان اللون، وهنا عشان الاشكال اللي هو بيديهالنا وكده. بعد ما نخلص كل ده بنروح نعمل علامة الصح علشان نكون خلصنا من الكتاب. طيب الشكل التاني قلنا ان هو بيرسم بيكتب رأسي. طيب نشوف ونكتب مثلا أكاديمية الجرافيك، ونغير اللون مثلا لأسود مثلا عشان يبقى في اختلاف، ونغير شكل الخط. نختار الخط ده ونصغر الحجم، ونختار مثلا سترونج. مش محتاج اعمل اشكال، انا بس بنجرب. ممكن نغير اللون نخليه ازرق مثلا، او نخليه قريب من شكل كلمة أكاديمية الجرافيك اللي موجودة عندنا وليكن مثلا اللون ده. ونعمل صح بعد ما نخلص. دي وظيفة الكتابة اللي هي كانت الأداة رقم 13. خلصنا أداة 13، نروح للأداة 14 وهي الشيبس أو الأشكال. نعمل لير جديد عشان نبدأ نطبق عليه زي ما قلنا من المرة اللي فاتت. أول شكل ده بيعمل مربع، آسف، بيعمل مستطيل أو مربع، حوافه حادة شوية. نجرب مثلا كده مثلا ونرسم زي ما احنا شايفين الحواف من هنا عاملة ازاي، حادين يعني، مش متناغمين مع الخلفية، او دي لها ظروف وده لها ظروف. يعني التانية بتعملهم ناعم شوية نفس الشكل، بس الحواف بتاعته ناعمة شوية كده زي ما احنا شايفين. يعني الحواف هنا والحواف هنا بتفرق وفرق كتير يعني. الأداة التالتة بتعمل طبعا باينة من شكلها شكل دائري أو بيضاوي زي ما احنا شايفين كده. والأداة الرابعة شكل خماسي وليكن كده مثلا. ودي طبعا باينة اللاين بيعمل خط بس. دي الكاستم شيب، دي بتستخدم ان احنا بنختار اي اشكال احنا عايزينها، وممكن نضيف اشكال طبعا هنتعلم الكلام ده بعدين. ونختار مثلا القلب ونرسم كده يظهر معانا القلب، وادي الخط، وادي الشكل الخماسي، وادي الشكل الدائري، وادي الشكل المربع بس بحواف ناعمة، وده الشكل المربع ومستطيل بحواف حد. دي كانت الأداة 14. آخر أداة وهي الأداة 15، وهي أداة الزوم اللي هي دي اختصار طبعا حرف الزد.
طبعا مش محتاج ان احنا نعرفها، هي أداة بتستخدم في التكبير والتصغير يعني. ممكن عن طريق مثلا الضغط هنا كده يكبر معايا. طيب انا عايز اصغر مثلا، هضغط على الالت وابدأ اضغط على الصورة لحد ما تظهر معايا. ممكن من هنا اكتب البكسل اللي هو برضه بيديني زوم جامد يعني للصورة. والفيت سكرين ده بيقرب لي الصورة على قد حجم الشاشة مثلا بتاعة الفوتوشوب. والفري سكرين ده طبعا عشان يملى الشاشة كلها. والبرنت سايز ده اللي هو حجم الطباعة او الحجم القريب للصورة يعني. طبعا ممكن نستخدم الفيت سكرين ده اكتر يعني، لان هو ده اللي هيفيدنا. كده الجزء الثالث من الدرس الاول انتهى. يا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله يكون يوم الاحد، وهيبقى في انتظام في مواعيد دروسنا زي ما قلت في البداية. هتبقى عبارة عن حد واربع ان شاء الله. كل حد واربع في درس ان شاء الله ينزل، يعني درسين في الاسبوع باذن الله. وربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.